السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في القناه. اليوم غنشارك معكم فقاس بريستيج كيجي هماوي، فقاس ديال المناسبات. فغنشارك معكم جميع التفاصيل. يعني كانت عندي هاد الطلبيه فيها 3 كيلو ديال فقاس بريستيج. فغنقول لكم شحال يعني شحال شحال قداتني من عجنه، وشحال هز ليا تاع اللوز وتاع القرقاع ان شاء الله. فغنشارك معكم كيفاش باش ما يتفرقعش لكم في الفران، كيفاش تقطعوه وما تترس لكم حتى شي حبه. فجميع الاسرار غتلقاوها ان شاء الله في هذا الفيديو. فندوزو المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. عندي 6 ديال البيضات هنا، نخدم معكم عجنه كامله. 6 البيضات، 2 كيسان ديال سنيده ما عامرينش، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال زبده العبار، يعني زبده حيوانيه دايبه، وثلاثه معالق ديال الماء زهر، معلقه مع مراش ديال الملح، معلقه مع مراش ديال القرفه، معلقه مع مراش ديال سكينجبير. المعالق كبار، يعني المعالق كبار اللي عبرت بهم. عندي دقيق على حسب الخليط، 3 خمارات ديال الحلوى، واللوز والقرقاع. المهم في الاخير غنقول لكم شحال دخلت ليا هاد المقادير ديال اللوز والقرقاع. المهم في قصريه غادا ندير دوك 6 ديال البيضات، وجوج كيسان معامرينش ديال السنيده، وهذيك القرفه والملح وسكينجبير، يعني معلقه كبيره من الحاجه ما عامرينش. وغادا نطرب مزيان داك البيض مع السنيده حتى كتذوب ليا السنيده. فهنا غادا نضيف كاس ديال الزيت، وغنضيف هذيك نص كاس ديال الزبده دايبه. الزبده ضروري تكون حيوانيه. وغنخلط مزيان، وغنضيف 3 المعالق كبار ديال الماء زهر، وكاس ديال الحليب. يعني هاد المقادير راهم مضبوطين البنات، وكيجي الفقاس زوين الصراحه. وغادا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وغنضيف دوك 3 ديال الخمارات ديال الحلوى. في صندوق الوصف غنخلي لكم نص ديال المقادير هنا، حيت انا محتاجه ل 3 كيلو ديال الفقاس. فهنا راه خدمت عجنه ونص، يعني خدمت هاد العجنه وزدت نص، عفوا زدت الربع ديال هاد العجنه، الربع ديالها ماشي النص، الربع ديال هاد العجنه، يعني عجنه وربع اللي خدمت. فاعطوني في الميزان، اعطوني 3 كيلو، 3 كيلو و600 غرام ديال الفقاس. يعني في هاد العجنه وربع عطاتني 3 كيلو 600 غرام ديال الفقاس. صافي، وكنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وعلى حساب البنات العبار ما يعني على حساب نتوما شحال دخلتو ديال اللوز والقرقاع. يعني كيبقى العبار على حساب شحال دخلتو ديال اللوز والقرقاع. الا دخلتو قل راه اكيد غادي في العبار يجيكم قل. دخلتو اكثر يعني كنتو معمرين هذاك سميتو، معمرين الفقاس ديالكم باللوز والقرقاع، راه بطبيعه الحال راه كيوزن. المهم على حساب شحال دخلتو نتوما ديال اللوز والقرقاع. المهم بالنسبه لي انا فدخلت كيلو ورابعه ديال القرقاع، وكيلو ديال اللوز اللي دخلت ليا في هاد العجنه وربع. انا هنا خدمت معكم غير عجنه، ولكن انا راه كيف ما قلت لكم راني زدت ربع ديال هاد العجنه، الربع ديالها زدتها باش خرجوا ليا 3 كيلو و600 غرام. المهم هنايا ما شرحش لكم الطريقه، ولكن راه الفيديو موضح كل شيء. المهم ضفت الدقيق بشويه بشويه. العجينه كتكون تقريبا كتكون بحال العجينه ديال الصابلي، يعني بحال العجينه ديال الصابلي، ما تخلوهاش خفيفه بزاف وما تكونش تاني قاصحه العجينه بزاف. المهم هانتوما كيف ما كتلاحظوا العجينه كيف خاصها تكون. تما راه درت واحد البيضه كامله اللي درت معاها معلقه صغيره ديال نيسكافي، يعني قهوه سريعه الذوبان، وطربتها وحطيتها جانبا. المهم هنا طلقت العجينه، قسمت العجينه بعدا على 4 ديال الكرات، يعني غندير 4 ديال البودانات، وكنطلق الكره فوق البوطاجي بالمدلك على هذا الشكل. ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، يعني ما تغلظوش العجينه وما ترقوهاش تاني بزاف. صافي غدا ندهنها بديك البيضه. هنايا ندهن ضروري ما كندهنوها باش كنلصقوا داك القرقاع واللوز وكيتبت وما كيبقاش يتحرك لينا من فوق من العجينه.
صافي غنستمر على هاد الطريقة حتى كنستف الكركاع، يعني كندير الصفوفة ديال الكركاع بهذا الشكل. من بعد كنبدا كنعمر باللوز كيف ما كتلاحظوا، كنعمر كاع البلايص اللي بانوا ليا خاويين كنحاول نعمرهم باللوز على هاد الطريقة. صافي من بعد ما عمرت المستطيل ديالي بالكركاع واللوز كنعاود ندهن بهذاك البيض، يعني كنعاود ندهن باش وكنثبت بيديا باش ملي نبغي نلوي العجينه كيلصق ليا عليها هاد اللوز والكركاع. مهم ضروري ما كندهنوا في الاول ونعاودوا ندهنوا حتى اللوز والكركاع من الفوق، يعني غير واحد دهنه خفيفه باش كيتبت ليا. صافي وكنروليه بهذا الشكل، كنسد الملاقيه ديال العجينه بهذا الشكل، كنحاول نبرك عليها غير شي شويه ماشي بزاف، يعني كنحاول نبرك عليها شي شويه ماشي بزاف باش تبت ليا داك الكركاع وداك اللوز وما كيبقاوش ليا فراغات في الفقاس. المهم هنا من بعد دهنته بهذاك البيض، يعني نفس البيض اللي كندهن به هو اللي كنبقى ندهن به، كدهنته بالبيض وكندير هاد الزنجلان ابيض. تقدروا ديروا اللوز ايفيلي، المهم على حساب نتوما باش غتخرجوا هاد الفقاس. وهنا البنات غدا نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل دوك 4 ديال الكرات اللي عندي، ندخلهم للفران اللي يكون بارد، يعني حتى كندخلهم عاد كنشعل الفران من التحت، العافيه مهيله يعني بحال الطياب ديال الفقاس، يعني الفقاس العادي، ولكن هذا كيهز الطياب على الفقاس العادي، يعني تقريبا راه خدا معايا واحد ساعتين عاد باش طاب ليا الفقاس. يعني صافي كيتحمر واحد شويه من التحت بهذا الشكل، المهم كيتحمر من التحت. صافي وكنهبطو لتحت غير بحال يشد في راسو صافي وكنخرجو صافي وكنغطيه بواحد السربيته وكنخليه حتى الغد عاد باش كنقطعو. ضروري البنات ما يكون عندكم الموس ماضي، هذه ضروري منها باش يتقطع لكم الفقاس وما يتهرش لكم، او اللي عندها الكيتور. المهم انا عندي غير هاد الماس هادو يعني ماضيين، صافي هو باش كنقطع دائما الفقاس. هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه ما كيتهرس حتى شي حاجه، يعني فقاس اللي ناجح تبارك الله كيجي زوين وكيجي عامر. صافي غدا نكمل بنفس الطريقه، غنقطع الفقاس ديالي ونستفو في الطاوه. انا راه قطعت البودانات الاولين دخلتهم للفران يتحمر ليا وبقى ليا هاد البودان، قلت هو نصوروا معاكم نصور معكم الطريقه. صافي هنايا راه كنقطع في الفقاس ديالي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، كنحط في الطاوه العافيه. كندير الطاوه في الاول الفوق، العافيه من التحت، يعني حتى كيشد في راسو عاد باش كنهبطوا لتحت ونخلي العافيه على الوجه. العافيه ما تكونش مهيله بزاف، يعني كتكون تقريبا متوسطه. صافي وكنرد معاه البال وكنخليه يتحمر حتى كياخذ داك اللون الذهبي محمر، وكيجينا مقرمش وهشيش في نفس الوقت. صراحه كيجي زوين وناجح 100%. نتوما غتبقاو معايا حتى غدا نقطع البودان كامل، ما كيتهرس فيه ولا حتى شي حبه، يعني واخا عامر باللوز والكركاع ما كيتهرش. يعني ها نتوما كيف ما كتلاحظوا يعني كيبقاو ليا غير هذوك الجوانب هما اللي كنحيد، ما تهرسات فيهم حتى شي حبه. صافي على هذا الشكل. وهاد الجنيبات حتى هما كنضيعوهمش، نقطعوهم ونحمروهم ونعطيهم لوليداتنا وهذه. مهم صراحه كيجي زوين، وهذاك المذاق ديال السكينجبير والقرفه والملوحه كيجي ما بين ديك الملوحه والحلاوه كيجي زوين الصراحه، كيجي بنين. غير نتوما حاولوا تحمروه على عافيه، ما تكونش مهيله حتى ميته ولكن تكون تقريبا متوسطه. غير حاولوا ردوا معاه البال لا يتحرق لكم ولا شي حاجه. المهم هاد الكومونده كان عندي فيها حتى ريش بوند، ان شاء الله نشاركها معكم في الفيديو الماجي. بالنسبه للبنات كما قلت لكم عجنه وربع خرجت ليا 3 كيلو و600 غرام ديال الفقاس. خدا معايا يعني هاد كيلو هاد عجنه وربع خدات ليا كيلو كركاع عفوا كيلو رابعه ديال الكركاع
وكيلو ديال اللوز بالنسبه لثمن البيع خرجته ب180 درهم الكيلو، وإلا كنتو غادي تزينوه من الفوق باللوز إفيلي غتخرجوه 190 درهم الكيلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.